السلام عليكم. إن شاء الله النهارده هنعمل مع بعض شاورما الفراخ، وكمان هنعمل العيش الطري. هنعمل كل المكونات في البيت بطريقة سهلة وبسيطة بأسهل الطرق بدون أي تعقيدات. يلا بينا نشوف المكونات، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وما تنسوش اللايك على الفيديو. يلا بينا نسمي الله ونبدأ على طول. أول حاجة معايا نص كيلو من صدور الفراخ مقطعاها شرايح رفيعة زي ما انتوا شفتوا معايا كده. بعد كده هبدأ أتبلها. مع التتبيلة عبارة عن معلقتين كبار من الزبادي، يعني هي كوباية الزبادي صغيرة، عليهم معلقتين كبار من الخل و3 معالق كبار من الزيت، عليهم عصير ليمونة صغيرة، معلقة صلصة أو كاتشب المتوفر عندِك منهم الاتنين ينفعوا، ومعايا كمان تشكيلة من التوابل. أنتِ ممكن تاخديها screenshot، وكمان لسه هاكتبها لِك كمان في صندوق الوصف. وطبعًا مش شرط تكون التوابل دي كلها موجودة، المتوفر عندِك منها حطيه، هي بس كلها حاجات بتدّي نكهات حلوة للشاورما. بعد كده هاقلّب التتبيلة كويس جدًا، وبعد كده هابدأ أضيفها على طول على الفراخ معايا. بعد كده هابدأ أقلّبها مع الفراخ كويس جدًا لحد ما كل الفراخ تتغطى معايا بالتتبيلة، وبعد كده هاقفل عليها وأدخّلها التلاجة حوالي ساعتين. طبعًا كل ما بتقعد في التتبيلة أكتر كل ما بتدّيكِ طعم أحلى. تعالوا بينا بقى نحضّر العيش الطري بأسهل طريقة ممكن تعملوه بيها، بجد طريقة سهلة وبسيطة، وزي ما أنتم شايفين قد إيه طري معايا، وكمان ينفع تستخدميه كريب. ب3 مكونات بس هتعمليه. تعالوا بينا بقى نشوف المكونات. أنا هنا معايا 3 كوبايات من الدقيق المنخول، عليهم ربع معلقة صغيرة من الملح، عليهم معلقة كبيرة ونُص من الزيت. بعد كده هابدأ أنزل عليهم بمَيّة مغلية، لازم المَيّة تكون مغلية سخنة وبتغلي جدًا. السر كله في المَيّة المغلية، هتدّيكِ في الآخر عيش طري وطعمه جميل جدًا. بتنزلي على الدقيق بالمَيّة المغلية بالتدريج لحد ما تشوفي الدقيق هيستكفى بقد إيه مَيّة. أنا هنا مثلًا خدت معايا 3 كوبايات دقيق، كوباية ونُص من المَيّة المغلية، ممكن تزيد معاكِ أو تقِل على حسب نوعية الدقيق بتاعِك. بس حاولي ما تزوّديش مَيّة مغلية كتير عشان العجينة ما تلزقش منِّك زيادة عن اللزوم وتبدئي ما تعرفيش تتحكمي فيها. بعد كده بابدأ أقلِّب بالمعلقة زي ما أنتم شايفين كده، لإن طبعًا الخليط حاليًا دلوقتي سُخن جدًا مش هاقدر أحُط إيدي فيه. بابدأ أقلِّب لحد ما الخليط يهدى وأبدأ أقدر أستحمله، وأبدأ أقلِّبه بإيدي زي ما أنتم شايفين كده. باعجن فيها من 5 ل10 دقايق، كل ما تعجني أكتر كل ما تدّيكِ نتيجة حلوة. بعد كده في الآخر هاحُط عليها معلقة صغيرة من الزيت. الزيت بيدّيكِ نعومة حلوة جدًا في العجينة في الآخر. أنتِ ممكن تحطّيها في الأول وتحطّي المعلقتين زيت في الأول، لكن لمّا باحط الزيت في الآخر بيدّي طراوة حلوة جدًا للعجين وبيخلّي العجينة ناعمة. كده غطيتها وسِبتها ترتاح حوالي 5 دقايق. بعد كده هابدأ أقطّعها على قد حجم الرغيف اللي أنا عاوزاه. بتكوّريها كِوَر على قد الحجم اللي أنتِ عاوزاه. على طبق مرشوش رشة دقيق خفيفة كده، وبتبدئي ترصيهم وتسيبيهم يرتاحوا من 5 ل10 دقايق. بعد كده بتبدئي تفرديهم. بتاخدي أول كورة أنتِ عملتيها وبتبدئي تفردي فيها، لازم بقى ترشّي دقيق من تحت وفوق كويس جدًا، لو ما رشيتيش دقيق مش هتعرفي تتحكمي في العجينة، وكمان مش هتطلع معاكِ مضبوطة. وكمان ممكن تلزق منِّك في الرخامة، فلازم ترُشّي دقيق كويس جدًا من فوق وتحت، وبتبدئي تفردي بالنشابة زي ما أنتِ شايفة معايا كده. كل ما تحسي إن الدقيق خلص منِّك وأنتِ بتفردي، ارجعي رُشّيها تاني دقيق، عشان ده اللي هيفرق معاكِ إنِّك تعرفي تفرديها براحتك. افردي بقى لحد ما يكون قوامها تحسيه بقى شفاف كده، بس مش لدرجة إنه يتقطّع منِّك، لأ بتحسي وأنتِ بتفردي إن خلاص العجينة بقت شفافة، زي ما هاوريكِ كده أهو زي ما أنتِ شايفة كده، تحسي إن صوابع إيدي باينة من تحت العجينة، والعجينة خلاص كده بقت جاهزة. تعالي بقى هاقول لِك إزاي نسويها. أنا باجيب صينية ألمونيوم زي ما أنتِ شايفة كده، بابدأ أقلبها على ضهرها، يعني يكون ضهرها فوق، وأبدأ أفرد عليها الرغيف. طبعًا لو عندِك طاسة كريب ممكن تسوي عليها عادي جدًا، بس مش كل الناس متوفر عندها، فالصينية بتبقى طبعًا تسويتها حلوة جدًا ومش بتلزق. باحط عليها الرغيف، وأول ما يتشمّع من الوش الأول بابدأ أقلبه على الوش التاني على طول. زي ما أنتِ شايفة معايا كده، أول ما اتشمّع من الجهة الأولى قلبته على طول على الجهة التانية لحد ما ياخد بقى لون حلو ويبدأ يستوي. زي ما أنتِ شايفة كده هنا خد معايا لون حلو، هياخد كمان من الجهة التانية لون حلو، يبقى كده خلاص استوى معايا. كمان هاقول لِك على شوية نصايح كده لازم تراعيها وأنتِ بتسوي الرغيف عشان يطلع معاكِ مضبوط. لازم وأنتِ بتفردي الرغيف يُفضّل تكون الصينية مش سخنة، لازم تكون الصينية باردة. ليه باقول لِك تكون الصينية باردة؟ عشان خاطر وأنتِ بعد ما فردتِ الرغيف كويس جدًا وهتبدئي تسويه، وأنتِ بتحطيه على الصينية لو كانت الصينية سخنة، أول ما تحطي الرغيف هيلزق عليها ومش هيفُك إلا لمّا يتشمّع. فبالتالي لو كنتِ فرداه بطريقة غلط أو اتّنى منِّك مش هتعرفي تعدّليه. لكن لمّا بتكون الصينية باردة بتكون ده أسهل لِك وتعرفي تفردي الرغيف براحتك، وكمان ما فيش حد لا قدّر الله يتلسع.
بعد كده زي ما أنتم شايفين كده خلاص أنا باكرّر نفس الخطوات اللي عملتها في الرغيف الأولاني، أول ما يتشمّع باقلبه على طول على الجهة التانية لحد ما ياخد لون حلو من الجهتين ويكون استوى معايا. أهم خطوة بقى معاكِ في تسوية العيش ده، إنِّك لازم تطلّعي الرغيف تحطّيه على طول في كيس يا جماعة، ما ينفعش تسيبيه برّه الهوا هيتكسّر وينشف منِّك، تخلّصي الرغيف على طول تحطّيه في الكيس على طول. اللي هيحافظ معاكِ إن العيش يخلّيه معاكِ طري زي ما أنتِ شايفاه كده قد إيه هو طري مش بيتكسّر معايا، وتقدري تستخدميه عيش شاورما، تقدري تستخدميه كريب، بجد من أحلى أنواع الطرق اللي ممكن تعملي بيها العيش الطري، قد إيه هو طري ومش بيتكسّر خالص زي ما أنتِ شايفة معايا كده. وخلاص بعد ما الشاورما اتبّلت كويس وقعدت ساعتين في التلاجة، باحُط معلقة كبيرة من السمنة البلدي، وطبعًا ده اختياري لو حاطة زيت أو أي زبدة ممكن زي ما أنتِ عاوزة، بس السمنة بتدّيها طعم حلو جدًا. بعد كده بابدأ أنزل بشرايح الفراخ بالتدريج زي ما أنتم شايفين، وتكون الصينية أو الطاسة سخنة جدًا عشان الفراخ ما تنزّلش مَيّة كتير منها. بعد كده زي ما أنتم شايفين كده بادّيها الصدمة الأولى لحد ما تاخد لون من الجهة الأولى. في الوقت ده أنا مش باقلّب الفراخ خالص لحد ما تاخد لون من الناحية الأولى، عشان خاطر الفراخ ما تتهريش منِّك، لازم تسيبيها لحد ما تاخد الصدمة بتاعتها ولون كويس من الجهة الأولى، وبعد كده بتبدئي تقلّبيها. هنا زي ما أنتم شايفين مستخدمة صينية ألمونيوم، ما تخافيش مش هتلزق فيها، بس عشان خاطر تتأكدي إنها مش هتلزق لازم تسيبيها لحد ما تتشمّع وتاخد لون كويس جدًا، بعد كده بتبدئي تقلبيها، لكن لو حاولتِ تقلبيها وهي لسه طرية هتتكسّر منِّك وتلاقيها لزقت في الصينية. بعد ما تتشمّع من الجهة الأولى بتبدئي تقلّبيها لحد ما الشاورما تتشمّع من جميع الجهات وتاخد لون حلو من جميع الجهات وتستوي معاكِ. في الخطوة دي بعد ما تستوي الشاورما قدّامِك اختيارين، يا إمّا تدخّليها تحت الشواية تاخد لون حلو، يا إمّا هتضيفي عليها زي ما أنا عملت بعض الخضار. أنا هنا مثلًا ضايفة شرايح من البصل الرفيّعة، دي بصلة كبيرة مقطّعاها شرايح رفيّعة، معاها كمان فلفل أخضر، وكمان لو متوفّر عندِك فلفل ألوان هيبقى طعمه حلو جدًا، عليهم كمان طماطماية متشال منها البذر، طماطماية كبيرة قطّعتها مكعبات. أنا باحب تشويح الخضار مع الشاورما جدًا، بيدّيها طعمها حلو، لمّا بيدبل زي ما أنتم شايفين كده بيدّي طعم حلو جدًا للفراخ. بعد كده باجيب فحماية واقفل على الشاورما كويس جدًا، تدّي طعم وريحة حلوة جدًا للشاورما. بعد كده بقى هنبدأ نعمل الساندوتشات مع بعض. أنا هنا مستخدمة طحينة، ممكن تستخدمي تومية وأنا عملتها معاكم قبل كده. بقى زي ما أنتم شايفين كده باحط الرغيف باحب أحط كمان رغيف صغير جوّه الساندوتش، ده بيخلّي الحشوة ما تخلّيش تهري معاكِ الرغيف وتبقى متماسكة. طبعًا الخطوة دي اختياري، أنا ساعات باعملها وساعات لأ، زي ما أنتم شايفين كده أنا باستخدم الرغيف وأبدأ أفرد عليه طبقة من الطحينة، وأبدأ أفرد عليه كمية الشاورما اللي أنا عاوزاها، الكمية اللي أنتِ تحبيها، وأبدأ أقفّله كويس جدًا. بعد كده هاخده على طاسة تكون فيها مسحة زيت خفيفة أو يعني شوية زيت خفاف كده عشان أدّي للساندوتش صدمة، وكمان ياخد لون ويقرمش من برّه زي ما أنتم شايفين معايا كده. على فكرة الخطوة دي بتفرق جدًا في طعم الساندوتش وبتخلّيه مقرمش وطعمه حلو جدًا. وطبعًا الخطوة دي لو عندِك ساندوتش ميكر هتعمليه فيها، هتبقى طبعًا أحسن وأسهل، بجد دي من أسهل الطرق اللي ممكن تعملي بيها العيش والشاورما وطعمها حلو جدًا بدون أي مكونات صعبة. ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك على الفيديو، ولو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة.